جماهير نادي نوروز المتواجدة في أرضية الميدان. هكذا إذن صافرة البداية انطلقت لتنطلق معها مهمة البحث عن النقاط الثلاث. هل يسجلون هدف السبق في هذه الأثناء؟ كرة خطرة على دف محمد سعيد من جديد، ممكن التمرير مع كريم دلي يغير رأيه ولعبها. الله 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 الله، ها نتيجة التعادل يانك زكري. الله، حلوة وخلصها حارس المرمى إلى ركنية مرة أخرى عدت، لكن تنقص اللمسة الأخيرة. محمد سعيد ممكن في هذه الكرة الآن. أوه الله الله الله، إيفياني مررها لمحمد دلاور، العرضية الآن خطرة 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 لأسود الرافدين اللي طال انتظار، حقيقة طال انتظار انتصاراتهم. مرتجى، هذه اثنين صارا عليه. انتقال الكرة هنا، انطلاقة ممتازة. حسن عماد مررها لمرتجى، ممكن في هذه اللقطة مرتجى فز والخروج بنقطة ثمينة. كرة ملعوبة لدهوك، خطرة، جول 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 جول، سووه وسجلوه وحطوه وعلقوه وشبكوه واقتنصوا هدف النقاط الثلاث واقتنصوا هدف الفوز الوحيد. هكذا كان يفكر السيد سليمان رمضان مدرب فريق دهوك الذي زج بكل أوراقه الرابحة إلى أن وصل إلى الشباك، لكن عن طريق المدافع ممكن أن نعتبرهم محترفين، يجب أن يضعوا بصمتهم في كل لقاء، وهذا ما وضع موزيز المحترف البرازيلي، وأنهى اللقاء بهدف وحيد مقابل لا شيء لنوروز.